يا أهلا بالأنيموية. وقفنا المرة اللي فاتت مع لو هاو بعد انضمامه لطائفة الطلاب الداخليين، رغم ان هو نيو كان عايز يمنع الموضوع ده بأي طريقة، لكنه طبعا معرفش يقف في وش موفي فان. ولكن للأسف هو نيو دخل لطائفة ايون فونج اللي كل الناس حذروه منها. يلا نشوف ايه اللي هيحصل. ولكن قبل ما نبدأ يا أصدقائي ما تنسوش تعملوا لنا لايك الفيديو ده واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل الفيديوهات اللي جاية من حكاية لو هاو مملكة التنين. لو هاو في البداية بيروح يقابل سيد العشيرة شيانج، والشيانج بيقول له ان تم اختياره من قبل موفي فان بنفسه. لو هاو بيبقى متحمس جدا للتعليم الخاصة بيهم، ولكنه بيتفاجئ ان العجوز الشيانج بيديله الفاس وبيطلب منه يشتغل في الأراضي الزراعية. لو هاو بيبقى متضايق طبعا وبيروح يشتغل وبيبقى عامل مجهود كبير، لكنه بيفتكر نقاط المساهمة وبيفرح شوية لان بالشغل ده يقدر يحققهم. ولما بينجح في انه بيجمع نقط مساهمة كتير ممكن يروح يبدلهم في المكتبة بالتمارين والمعرفة. فأثناء ما لو هاو بيشتغل بيلاقي طلاب اكبر منه بيطلبوا منه يقدم لهم الولاء او هيكسروا رجليه. كمان بيبقوا عايزين يسرقوا نقاط المساهمه بتاعته. واحد منهم بيبدا الهجوم على لو هاو، ولكنه بياخد ضربه قويه بتجيبه على الارض. بعدها بيقوم علشان يضرب باقي الشباب، وهو بقى اللي بياخد منهم نقط المساهمه بتاعتهم. وبقى بدل ما يشتغل ويتعب نفسه بيروح للمكتبه علشان يستبدل نقط المساهمه اللي معاه. ولكن لو هاو بيتفاجئ ان اسعار الكتب غاليه جدا ومش معاه حتى ربع نقط، فبيفكر ان هو يخرج ويسرق شويه نقط تاني. لكن قبل ما يخرج بيلاقي الجنيه اللي ظهرت له في بئر التنين قبل كده بتقول له انها بتقدر تخرج من العالم بتاعها وتظهر في العالم الحقيقي. ولما بيعاتبها علشان كان في خطر وما ساعدتوش بتقول له انها بتنام كتير ومش هتفضل تراقبه طول الوقت. الجنيه بتشاور له على كتاب قديم رخيص وبتقول له رغم ان هو متهالك الا انه هيعلمه مهاره كبيره. رغم ان المسؤول بيقول ان الكتاب ده ملوش قيمه الا ان لو هاو بيصمم ياخده. لو هاو بيعرف من الكتاب ان في 4 اساليب قتاليه، قال لهم هو الاصفر واعلاهم هو اسلوب السماء. ورغم ان الاسلوب الاصفر اضعفهم الا ان ميزته ان هو بيتطور علشان يوصل للاسلوب الاقوى وهو السمع. وقبل ما يروح لو هاو علشان يتمرن بيلاقي 2 من الشباب بيضايقوا بنت اسمها فانج، ولقدها لانها رافضه تحب واحد فيهم. فانج بتقول له انها اصلا معجبه بلو هاو علشان قوي وشجاع ووقف قصاد قاعه الموت. ولما لو هاو بيقرب بيلاقيهم الشباب بتوع عشيره التنين اللي ضربهم قبل كده. واحد فيهم بيهجم عليه مره تانية علشان ينتقم من اخر مره، بس طبعا لو هاو بيهزمه بكل سهوله. صديقه التاني بيستغرب ان لو هاو قضى عليه بضربه واحده بس، فبيهجم عليه بكل قوته، ولكن لو هاو بيضربه ضربه واحده برضه وبيقضي عليه جنب زميله. لكن الشاب ده بيحذر لو هاو بيقول له ان اخوه الاكبر لوي هيرجع من مهمته خلال 10 ايام وهينتقم منه، وبيطلب منه يتحداه في قتال. ولما لو هاو بيرفض بيعرض عليه ان هو لو هزم اخوه الكبير هيديله 100,000 قطعه ذهبيه. طبعا لو هاو بيسمع العرض وبيوافق على طول لانه محتاج الفلوس دي علشان يشتري الكتب. كل اللي موجودين بيستغربوا ان لو هاو وافق، وده لان لوي من المستوى التاسع ومستحيل ان حد يقدر يهزمه حتى لو هاو نفسه. مش بس كده، احنا كمان بنعرف من الشاب ان لوي اخوه معاه سلاح بيضاعف القوه وقوته وصلت للوحوش الاسطوريه. لو هاو بيرجع ياكل مع فوفي فان والعجوز الشيانج، وطبعا بعد ما الشيانج سمع بالخناقه بتاعته قرر ان هو يعاقبه ويخليه ياكل رجول الفراخ بس. لكن بعدها لما بيعرف حجم الفلوس اللي هياخدها لو كسب بيقول له يا ابني لازم تعمل كل اللي عليك علشان تكسب الفلوس دي. مش بس كده، ده كمان بيطلب من موفي فان ان هو ينقل مهاره خاصه بيهم للو هاو علشان تساعده في القتال. وفي الاخر خالص بيديله فرخه كامله علشان ياكلها. تاني يوم موفي فان بيقول للو هاو ان هو لو كسب العجوز الشيانج هياخد 90% من الفلوس، وده لانه مهووس بالرهانات. بيعرفوا ان الطائفه بتاعتهم فقيره علشان الزعيم بتاعها خسر كل فلوسه في الرهانات. بعدها بقى مو بياخد لو هاو وبيعلمه المهاره الجديده بتاعته، وهي عباره عن موجات قويه جدا بيخرجها من جسمه بيقدر بيها يدمر جبل كامل. ولما لو هاو بيجرب بيبهر مو لانه قدر يخرج طاقه كبيره جدا رغم من اول مره يستخدم المهاره دي. بنروح بقى للاخ الاكبر لوي اللي بيبقى مستعد لقتال لو هاو، وبتظهر البنت شوير صديقه لو هاو القديمه وبتحاول تخليهم ما يعملوش القتال ده، الا ان لوي بيبقى مقرر ان هو يكمله. بعد لحظات لو هاو بيوصل وشوير بتكون خايفه عليه جدا وبتطلب منه يهرب. وقبل القتال ما يبدا لوي بيطلب من لو هاو ان هو يسلمه تعاليم التنين اللي بيكون شاكك ان هو سرقها في السر. القتال بيبدا ولوي بيستخدم عصايه النينجا بدري والكل بيبقى مستني ان هو يقضي على لو هاو بالضربه الاولى، ولكن لو هاو هو اللي بيضرب لوي وبيطيره بسهوله. لوي بيرجع للقتال مره تانية والمره دي بيستخدم مهاره فريده من نوعها، لكن الرد بيبقى اقوى من لو هاو اللي بيكسر له عصايه النينجا وبيضربه ضربه قويه جدا. بعدها بيكملوا القتال ولو هاو بيستمر في ضرب لوي وبيذله قدام الكل. لوي ما بيلاقيش اي حل تاني غير ان هو يستخدم سلاحه الاسطوري اللي بيضاعف قوته، وبكده الكل اتاكد ان لوي خلاص هيقتل لو هاو. ولكن لو هاو بيستخدم مهارات الموجات اللي اتعلمها من موفي فان وبيسبب ساعتها انفجار قوي جدا بيقضي بيه على لوي. ساعتها لو هاو بياخد سلاح لوي وبيقرر
بيقرر يضمه لمجموعة أسلحته، ولكن الجنية بترفض لأن أسلوبه مش مناسب مع السلاح ده. بتقوله إن المراية السحرية هتستخدم السلاح علشان تحسن من أحجار الطاقة، وبتقوله لو أحجار الطاقة اكتملت قوته هتزيد أضعاف ومش هيحتاج الأسلحة أصلا. بعد شوية لو هاو بيتفاجئ إن فانج ودي البنت اللي معجبة بيه بتجري عليه بسرعة وهي خايفة، وبتقوله إن تشونج مصاب. لو هاو بيروح يشوفه بيلاقيه مغمى عليه وفي آثار ضرب، ولما بيسألها عن السبب بيعرف إن اللي هجم عليه هو هوان يو. لو هاو بيبقى عايز يخرج علشان ينتقم، بس البنت بتحذره لأن هوان يو من أقوى الأشخاص في العشيرة كلها. اللي بيمنعه من الخروج هي الأخت شوان الطبيبة، وبتنصح لو هاو إن هو بدل ما يروح يقاتل هوان يو يروح يدور على العلاج بتاع تشونج. العلاج بيبقى عبارة عن شوية قطرات تلج من الجبال، بس المشكلة إن العلاج ده موجود في جبل الشيطان اللي بيكون خطير جدا. بتقول إن هو قدامه حلين، إن هو يستعد إن هو يشوف تشونج بيموت أو يخاطر بحياته ويروح يدور على قطرات التلج دي في جبل الشيطان. طبعا لو هاو بيرفض يسيب تشونج يموت وبيقرر إن هو يخاطر بنفسه ويروح لجبل الشيطان ده. شوان بتقول إنها هتقدر تحافظ على حياة تشونج لمدة شهرين، ولكن طالما هو موجود معاها هنا ولازم هو يلاقي قطرات التلج في الفترة دي علشان ينقذوه. ولكن أثناء كلامهم بيوصل تشين طالب قديم في الطائفة، وبيقول لهم إن هو مش هيسمح ببقاء تشونج في الطائفة لمدة شهرين. ولما شوان بيحاول تعرف السبب بيقول لها إن صديقه هوانج اتقتل على إيد لو هاو، ولو هاو يبقى العدو بتاعه ومستحيل إن هو يساعده. فانج بتحذر لو هاو بإن تشين يبقى حفيد سيد وادي دان، وده قوي جدا ومستحيل يسمح بخروجهم. لو هاو بيعمل المستحيل علشان تشونج، لدرجة إن هو بيطلب من تشين إن هو ممكن يعمل أي حاجة يطلبها مقابل إن هو يسمح لتشونج يفضل موجود معاهم. تشين بيقول له تمام، لو استحملت تاخد 10 ضربات من ضرباته هيسمح له بالبقاء، رغم إن البنات بيحذروه لأن هو بيوافق. تشين بيبدأ الضربة الأولى لكن لو هاو ما بيتأثرش، وتشين هو اللي بيقع على الأرض. بيقوم مرة تانية علشان يضربه الضربة التانية، ولكن برضه جسم لو هاو بيمتص الضربة وبيخرجها طاقة كبيرة علشان تترد على تشين وتجيبه على الأرض مرة تانية. كل مرة بيحاول تشين إن هو يضرب لو هاو بيلاقي نفسه هو اللي بياخد الضربة وبيقع على الأرض وبيتصاب إصابات خطيرة كمان. لو هاو بيحس إن هو لو فضل كده تشين مش هيسمح لتشونج إن هو يفضل في الطائفة، علشان كده بيعمل نفسه يتأثر ويتصاب هو كمان. فعلا تشين لما بيلاقيه اتصاب بيفضل يضحك وبيقول له إن تشونج هيفضل موجود عادي وبيسيبه وبيمشي. ولما فانج بتروح تطمن عليه بيقولها إن هو كان بيمثل، ولكن بعدها بيودعهم علشان ينطلق في مهمته، وبيشكر الأخت شوان إنها هترعى تشونج. لو هاو بيتحرك ناحية جبل الشيطان اللي الكل بيخاف منه، لدرجة إن موفي فان والعجوز تشانج طلبوا منه إن هو لو مات هناك ما يقولش إن هو اتعلم منهم أي حاجة، وده لأن الوحوش الأسطورية ممكن تيجي ناحيتهم. في الطريق بقى بيلاقي مجموعة من قطاع الطرق بيظهروا له وبيقولوا له إن هم أخيرا مسكوه لوحده. ولما بيكشفوا الأقنعة بيكون الأخ لوي وإخواته ومعاهم مجموعة من المحاربين المقدسين في الطائفة بتاعتهم، وطبعا اللي وراهم بيبقى هوان يو. الكل ساعتها بيهجم على لو هاو، ولكنه بيستخدم مهارة ال1000 ضربة وبيقضي عليهم كلهم. هوان يو بيكون مصدوم من اللي حصل ده ومش مصدق اللي شافه، ازاي لو هاو قدر يتغلب على كل ده بضربة واحدة بس. ساعتها هوان يو بيقرر يقضي على لو هاو بنفسه وبيهجم عليه، لكنه بيتفاجئ ان جسم لو هاو بيتبخر وبيختفي من قدامه، وبنشوف لو هاو مشي اصلا من المكان بس خدع هوان يو، وده لانه مستعجل علشان يلاقي العلاج. هوان يو بيبقى متوتر جدا لان فرصته الوحيدة هي قتل لو هاو وهو خارج العشيرة، لانه لو رجع هيبلغ عنه، علشان كده بيصمم ان هو يخلص منه قبل ما يرجع من مهمته. يا ترى لو هاو هينجح في انه يلاقي العلاج ولا لا؟ ولو نجح هل هيلحق يرجع بيه قبل شهرين وبجانب مخاطر جبل الشيطان؟ هل هيقدر لو هاو يتصدى لهوان يو ومحاولات اغتياله بجانب كل ده بالظبط اللي هنعرفه في الجزء اللي جاي من حكاية لو هاو مملكة التنين. ولكن علشان يوصلك الاجزاء اللي جايه اول باول فعل زر الاشعارات وتاكد من انك مشترك في القناه، وعايزين نوصل الفيديو ده 1000 لايك قبل الساعه 12 بالليل. وسلام.